معارضة الاتحادية. تفضلوا السيد النائب. سيد الوزير، غادي ما نهضرش بالطون، غنهضر بالكيلو باش تعرفوني باني متوجه السيد الوزير لواحد الفئه معنيه، ماشي الفئه 10 دراهم تزاد السيد الوزير في القنينه ديال 12 كيلو، و3 دراهم ونص في القنينه ديال 3 كيلو. واش هذه الزياده مستمره السيد الوزير هذه السنه؟ شكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. وحتى انا غادي نتوجه لنفس الفئه باش نقول لك بان السؤال اعمق بكثير، لانه اليوم الحكومه كتخصص سنويا اكثر من 15 مليار تاع الدرهم باش تدعم الاستهلاك نتاع هذه الماده، واللي هي في الاصل خصها يعني هذا الدعم يكون يمشي عند الفئات الفقيره والتي هي في امس الحاجه لهذا الدعم. مع الاسف فاليوم هذه الفئه الاقل او الاكثر هشاشه، ال 20% تاع المجتمع الاكثر فقرا ما تتخذ الا 14% من هذا الدعم، ما تتخذ الا 14% من 15 مليار. والناس الاكثر يسرا، ال 20% الاكثر يسرا تاخذوا 27%، تاخذوا الضعف، يعني نفس النسبه نتاع الاكثر فقرا يلا تاخذوا النص نتاع الاكثر، نفس النسبه الاكثر يسرا. هذا هو الاشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان وفي دعم باقي المواد المدعمه من دقيق وطني ومن سكر. اللي نحن مطالبين به حكومه وبرلمان بمختلف توجهاته هو ان نجد الطرق المثلى حتى يذهب هذا الدعم كليا إلى الطبقات الفقيرة التي تحدثتم عنها السيد النائب المحترم، والتي من أجلها خلق هذا الدعم. وبالتالي الإشكال اليوم ماشي هي واش نخليو الدعم ولا نزيدوا منه ولا نقصوا منه. الدعم خصو نلقاو الآليات كما قلت ليستفيد منه طبقات، تستفيد منه الطبقات الفقيرة. وأعتقد بأنه الآلية نتاع الدعم المباشر أن هذه الفلوس خصنا نعطوهم للطبقات التي هي في الهشاشة والتي تستحق هذا الدعم وتستحق أن توجه لها هذه الهوامش المالية التي تتمكن الحكومة من استخلاصها، ونبتعد عن دعم شامل تستفيد منه الطبقات الميسورة. وهذا هو الحكم نتاع الحياة، لأنه شحال ما كان عندك الإمكانيات غادي تستهلك أكثر. وبصريح العبارة اليوم الفقير يمكن يستهلك واحد البوطه نتاع 12 كيلو اللي تكلمتيو عليها